السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم في فيديو جديد على جي تي اي جي تي اي 5. 5. دلوقتي اصلا انت شفت الفيديو بتاع مكاوي؟ كان ابو بنطلون مقطوع ما تقولش. ايوه هو ده. يا دين امي. لما كان لا بيقول له انت البيت بتاعك بكام، فقال له ب25 مليون وبتاع. حاجة يا اسطى على حاجة انا على قد يعني، بتلاقي 25 مليون ولابس بنطلون مقطوع. بجد شفت واحد عامل زوم ان على الحته دي بس طول الفيديو هو عامل عليها دايره حمراء واربع اسهم صفر حواليها، فاهم؟ اه اللي هو والله يا اسطى شايف، فاهم؟ لا بس اقول لك ليه هو عنده لابس بنطلون مقطوع. ليه يس؟ عشان في الحتت النظيفه مفيش ترزي. يعني انت جايب لو اتقطع بنطلون منك بنطلون مثلا مفيش زيه في الكوكب، ما ينفعش تروح ترقعه او تصلحه؟ ما انا بروح ما انا لسه بقول لك انا جايب بقول لك بنطلون ب لا، ما في. 250 في الجيم. مش انت يا عم، مش انت. بتكلم واحد معاه فلوس كتير بقى، معاه بنطلون ما اه تعملش منه غير هي قطعه واحده، والبنطلون ده اتخرم مثلا او اتقطع، ما ينفعش يروح لخياطه. يا عم ولا خياطه ولا نسيت ست الكل مالها. ست الكل، ما افرض هو ما عندوش ست الكل بقى، امه توفت ولا حاجه. الله يرحمه وكل حاجه، بس خلاص بنزل الترزي يعني يومك او اتعلم خياطه ما توجعش دماغك. الاغنياء زمان كانوا بيجيبوا شغالات يشتغلوا شغل البيت كله وهم يقعدوا يخيطوا طول اليوم. كانوا لا بياخدوها هوايه، دي هوايه الاغنياء. اتجوز واحده خياطه، خلاها من عيله القوم، هتقعد تخيط لك طول اليوم وتؤمر وتنهي في البيت، تبقى زي الستات الارستقراطيه، ما تفرقش عنهم كتير. حصل. عارف انت اللي هو يكون عنده حبكه اللي هو ايه، انا معايا فلوس، اللي هو انا انت لو بقى اتفشخر بيها، فيجي على الناس اللي في طبقاتنا كده، يجي يحسسك اللي هو ايه، ياه احنا المشكله فقراء للدرجه. المشكله ان انا ايه حاسس بحاجه اصلا، ان الحاجات اللي عنده دي كلها ايجار مبدئيا. هو مبدئيا ده يعني صباح الفل. اه بس معلش شقه ايه يعني اللي ب 200 مليار جنيه ولا 200 مليون جنيه مش فاكر الرقم. وبعدين انا عايز افهم بس، مين ابن العبيطه اللي هيروح كورس يخليك غني ب1000 دولار؟ احنا كده رحنا للاستاذ اندرو زيت، صح؟ لا، ده لسه في مكاوي. لسه يا راجل. طب استنى بقول لك على حاجه، في مشكله امم ان انا كواحد عايز ابقى غني، انا ممكن يكون معايا فلوس كتير بس انا مش عارف في فرق انا يا اسطى يعني بين ايه. طبقه مكاوي بيخاطبها وطبقه اندرو تيت بيخاطبها. يعني اندرو تيت لما بيخاطب طبقه وبيخاطب طبقه بيخاطبنا لا، ما بيخاطبناش احنا. متوسطه لتحت بي... متوسطه. بي... لا، الفوق المتوسطه دي، متوسطه على فكره. ومتوسطه بس مش تحت المتوسطه، فاهم؟ اه عشان كده عامل الكورس بتاعه ب$100. $100 دول عندهم حاجه رخيصه فشخ، فاهم؟ يا اخي كوبايه الشاي دي حوار. المهم بس التنميه البشريه اقول لك اللي على حاجه. بجد بقى، فاهم؟ مش التنميه البشريه اللي يقول لك طارت حلمك، حقق شغفك، افتح رجلك يقعد وبتاع. يشجعك فاهم؟ ده اه، في افتح رجلك صباعك يجي وكده. يكلمك في الحياه، يجي يكلمك في الحياه يفهمك اساسياتها كلها، فاهم؟ امم ويديك نصايح وتبس وبص شويه حاجات يا لهوي. لو جيت في مثلا مكاوي، هتلاقيه عامل الكورس ب1000 جنيه، $1000 معلش، وبيخاطب طبقة تحت المتوسطة أو ممكن كمان طبقة فقيرة. ايوه ما تفهم. فاهمك على حاجه. هو باختصار، سوري في اللفظ، اداها واحده هتلرويه شويه، تمام؟ المشكلة قال لك لسه بقى كل ما ايه؟ تيجي تتكلم مثلا تقول له يا ابني انت بتفهمش حاجة، يا ابني يا ابني انت الحاجات اللي معاك دي كلها ايجار يا ابني، يقوم جاي يطلع لك البطاقة الربحانة بقى، فاهم؟ يقول لك ايه، انا مهندس وسبت الهندسة. طب مسمي نفسك دكتور مكاوي ليه طالما انت مهندس؟ لا والله يا اسطى احنا بقينا عايشين في زمن غريب. اللي معاه فلوس لازم إنه يطلع يتفشخر بيها، فاهم؟ المشكله بص على حاجه بقى، الحاجات دي تجيب للواحد اكتئاب. هفهمك ليه. امم انت تقول مثلا ايه ده، ايه الفقر اللي احنا فيه ده، انا عايز يبقى زيه. بس المشكله مش حق، المشكله مش هنا بقى، المشكله ان انت مش مستوعبها، تمم؟ على راي مش فاكر مين قال المقوله دي، يحيى عزام، لما قال لك انت مش عايز 3 مليون جنيه، انت بتقولها عبط كده، انت عايز تصرف 3 مليون جنيه، اه فاهم؟ انت شفت ناس بتعمل كده فانت عايز تعمل كده. انا شايف واحد معاه شقه ب 200 مليون، انا عايز شقه ب 200 مليون دلوقتي،
حالا، فاهم؟ اقعد بقى امسي على كل راجل جدع جدع من جنبي في الجيران. المهم فاللي هو ايه، الحياه رخمه ان هو كل واحد يطلع يتفشخر بفلوسه. فكر في الناس اللي معهاش، فكر انت هتعمل ايه الاول، فاهم؟ لا اه لما تنزل دي خلاص عملت فيوز ولايكات واو ماي جاد انت ازاي بتطير وتنور كده، اصلا اللي لابس بوكسر الشاذلي، فاهم؟ خلاص يا اسطى الموضوع اتقفل. تو ماتش، كتير كتير على البني ادمين اللي زينا، انا بكره فاهم؟ الطبقه البرجوازيه.